النهايات العاطفية الدرامية نوعين، يا إما غصب عنك إن هو اللي يسيبك يقولك إن هو مش عايزك أو يخونك أو يجرحك، أو باختيارك إنك تكون أنت اللي عايز تسيبه بناء على مواقف وانطباعات بدأت تتكونها، بدأت تحس منها إن هو مبقاش يناسبك. الفكرة هنا بقى إن في نوع تالت مركب، اللي هو لو غصب عنك تقدر تخليه باختيارك بعدها. يعني لو اتسبت واتخذلت واتجرحت وكل الكلام ده، انت تقدر تغير ادراكك بحيث تبدا تصدق انك انت اخترت انك تسيبه. هتيجي تقولي لا انا هضحك على نفسي ازاي؟ هقول لك ببساطه، فكر فيها كده، انت لما تتساب غصب عنك ما عندكش اي اختيار غير انك تتخطى وتعمل موف اون، حتى لو ده بيتعارض مع مشاعرك الحاليه اللي انت بتحسها بشكل لحظي. ولكن دي مش الحقيقه، دي مشاعر مزيفه مؤقته محصوره في الوضع او الظرف اللي انت فيه. يعني اللي اقصده هنا انك بمجرد ما تتخطى وتحاول تخرج من الزون اللي انت فيها دي، وارد جدا جدا يجي عليك وقت تحس نفسك فيه ان انت باختيارك ما بقتش عايزه، احسن ما تفضل طول الوقت عايش دور الضحيه وشهور وسنين وتقعد تقول انا ضحيه وهو سابني وخذلني. في النهايه لو انت اخدت القرار الانفصال باختيارك فربنا يوفقك، اتمنى تكون عملت حاجه صح. اما لو جه الانفصال غصب عنك فشد حيلك كده واجمد واوصل بادراكك اللي يوصلك انك تحس ان انت باختيارك ما بقتش عايزه. لو فهمت كلامي فانت فهمت، ما فهمتش فانت ما فهمتش. فاهم حاجه؟